شقي من صغره والكل بيقول عنه بتاع ستات، بس بصراحة دايما بينقي على الفرازة، مش بيختار اي حد وخلاص. شقاوته وحواراته خليته في مرة تسبب في فضيحة لأمه الفنانة سمية الألفي بسبب فخاد إلهام شاهين. تعالوا نحكي لكم قصة الفيشاوي مع فخاد إلهام شاهين بالتفصيص. أحمد الفيشاوي نمس منه هو عنده 10 سنين، بيفضل ساكت ساكت بس دايما بينمر على أجمد واحدة في المكان، ده فعلا اللي خلف ما ماتش. أحمد الفيشاوي طالع زي والده الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، بيحب الستات زي عنيد، بس الفرق ان الفيشاوي الكبير كان بيلف يلف ويرجع تاني لمراته الفنانة سمية الألفي، انما الفيشاوي الصغير ملوش مرجع. الفنانة سمية الألفي ام احمد الفيشاوي كانت بتاخده معاها لوكيشن تصوير ليالي الحلمية، والفيشاوي كان لسه شاري كاميرا جديدة، وهو ماشي في حاله فجأة لقى قدامه إلهام شاهين، طلع كاميرته وما كانش في دماغه غير انه يلحق يصورها صورتين قبل ما تلف وشها. احمد الفيشاوي كان معجب قوي بإلهام شاهين بس من ورا، كان ماشي وراها زي ضلها، بس الكاميرا ما طلعتش لوشها ابدا، ولا صورة فيها وش إلهام شاهين، كلها صور من ورا بس. لما روح امه بتمسك الكاميرا شافت الصور وعرفت انه عمل كده، وقررت انها مش هتاخده معاها تاني، ما هي مش ناقصه فضايح ووجع دماغ. بس احمد الفيشاوي مسكتش، بس اللي عمله بعد كده اتسبب له في انه ياخد علقه موت. احمد الفيشاوي اتجرأ على فنانه مشهوره وعكسها، بس من سوء حظه بقى انها طلعت متجوزه، وجوزها اداله حته علقه وحبسه في حمام كافيه. مغامرات احمد الفيشاوي ما خلصتش، وكل ما يكبر الموضوع بيزيد معاه لحد ما اتجوز 5 مرات، بدأت بالعرفي وانكار النسب، وانتهت بندى الكامل صاروخ المهرجانات اللي كان بياخدها معاه في كل مهرجان. احمد الفيشاوي وندى كامل كانوا ماركة مسجلة في المهرجانات، كان لازم يبوسها قدام كل الناس على الريد كاربت، لحد ما بقت الناس تستنى بوسته لندى الكامل علشان تطلعهم ترند. احمد اتجوز المصرية والألمانية وخلف البنت والولد، واللي اخرهم ابنه الألماني تيتوس اللي كان انكر نسبه وقال اقسم بالله ما ابني، بس الموضوع ما كبرش زي موضوع مراته الاولى اللي لفوا ورا بعض المحاكم بسبب انه انكر نسب بنته. سألوا احمد الفيشاوي ايه اكتر حاجة تحب تعملها ليلة الخميس، جاوبهم بكل جرأة ومن غير ما يتكسف، وقال مفيش احلى من انك تكون مع المدام وتقضوا ليلة حلوة مع بعض، وده لما كان متجوز ندى الكامل. احمد الفيشاوي دلوقتي سنجل، معقول لسه عايش على ذكريات ندى الكامل؟